السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا غايبة غيبة كبيرة لوقت كبير، وبما إني جيتكم فما ينفعش نجيكم بإيدي فاضية، لازم نجيكم بحاجة إيه كده محمر ومشمر وقول كبير، يعني لازم نجيكم بحاجة إيه كده تليق بمقام الرجعة يعني. تبقى رجعة لها مقامها يعني. تعالوا النهاردة نحكيكم على الطبخة دي وعلى الأكلة دي خصوصا وحكايتها معانا يعني. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. يلا اشتركي ونوريني وكبري لي عيلتي، لان عيلتي حتكبر بيكي. اول حاجة يا اخوانا اللي قدامكم دي ديوك محشية. بصوا الأكلة المفضلة لينا. يعني لما نكون عاملينها عيالي هتبقى الفرحة مش سايعاهم، ما شاء الله تبارك الله، يبقى يا سلام، المعنويات في السماء يعني. بصراحة أكلة نحبوها خالص 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 يعني. يعني حاجة سبيشال كده بالنسبة لنا. أنا نحب نحشيها بالرز، مش هنحبه الفريك، مش عارفة ليه والله. الناس هتقول الفريك يعني ذو قيمة غذائية عالية وقلوه كويس وحلو ومش عارف إيه، بس جربناه ما حبناهاش قبل كده ولا العيال رضيوا ياكلوه. فإحنا أنا حشو بالرز، مش أنا حشو بالفريك. حمام ديوك أي حاجة أنا حشو بالرز مش بالفريك. تمام. فجيت هنا عاد ايه، جبت ديوكي عاد وظبطتهم وعدلتهم، ورحت جبت لهم شوية رز وفلفلتهم كويس خالص نص تحميرة كده. وجيت ايه، حطيت لهم المية وحطيت التوابل ومرقة الماجي، هتدي طعم حلو. يعني هي مش صحية بس هتدي طعم حلو للأمانة يعني. مش عارفة نستغنى عنها يعني. المهم المية ما مش هنزود مية، مش هنسوي الرز يعني، فاهمة، هنخلي الرز كده ايه، نص سوا. مش هنسويه للآخر يعني، مش هنحط كمية المية اللي تسويه، لا نص سوا. تمام. فجيت هنا ادي استوى وتمام، وادي باين عليه ان هو مش مستوي للاخر نص سوا، بس شرب ميته وتمام، فهنقلب فيه عشان يبرد، عشان نعرف ايه، نعرف نحشيه نحشي الديوك فيه. جينا هنا جبنا بصلة زي ما انت شفتي وحتة دهنة كده، وقلنا ايه هنعملوا الاكلة التانية. وايه يعني جوزي يحب قرن الشطة، ده لازم يبقى في الطبيخ الاحمر يعني. اول ما يعمل الطبيخ الاحمر يقول لي لازم قطعي فيه قرن شطة. مرض يقطع حراك. للاسف يعني، بس والله كانت الاكلة جميلة يعني، كانت حلوة ما شاء الله. فحطيت فيها قرن الشطة وقعدت نشوح فيها من اول ما البصلة نية، بحيث ان هم يستووا مع بعض يعني. وجيت هنا حشيت الديوك. الديوك أنا نحب نحشي بين الجلد بتاعها. يعني في العادي الناس هنا مش أتحشي مش أتحشيها من جوا يعني، وتحشي الحتة اللي من قدام دي وبتاع. لكن أنا بصراحة نحب نحشي بين الجلد يا أخوانا، يبقى طعمه خطير. شوية الرز اللي بين الجلد دين حكاية، دين بديك كلها يعني. المهم جيت حطيت في الحلة، حطيت المية، ولما غلت رحت حطيت لها ورق اللورة وحطيت الفلفل وحطيت الكزبرة وحطيت الملح وحطيت البصلة وخليتها تاخد غلوة. وبعدين رحت ايه، رحت سقطت فيها الديوك. جيت بعدين هنا اول ما البصلة خلاص دخلت في السوا، جيت دقيت بزرتين ثلاثة تومة، كانت نص معلقة كده، وحطيتها فيها ايه، تخلي الريحة تفحفح. تخلي تحسي كده ان انت طابخة يعني، تخلي السخينة كده حاجة تانية يعني بصراحة. وجيت ايه خلطت لها الطماطم، وبعد ما اتاكدت ان هي استوت جيت حطيتها عليها الديوك. لما حطيتها في حله الضغط، بس ما قفلتش الحله يعني، خليت الحله كده ايه، يعني مفتوحه، ما قفلتهاش عشان ما دي ديوك مش هتستحمل اساسا، فمش هتستحمل. وجينا هنا بعد ما استوت، انا كنت سلقه فاصوليا يعني مسوياها، غلياها، وجيت ايه، جيت حطيتها في الهناي. وشفت هناك انا عملت شويه باميه خضراء، شويه باميه من اللي قلبك يحبها كده خطيره. جيت هنا بقى جبت اسمها ايه، قولي معايا كده، دي حتة زبدة وعليها شوية زيت عشان ما تتحرقش جوي. وجيت ايه، يعني حمرتها مع بعضها كده وسيحتها مع بعضها، عشان ان نحطها على الديك. الديوك هنحطها في الفرن، مش هنحمرها على البوتاجاز يعني، لاني هتتعبني. وطبعا بما ان هي كبيره ما شاء الله فمشبحه كده، مش هنتملك منها. بصوها في ديك طرشك برضه هنا. يا سلام على شويه يا بت شويه الرز دي لما تتحمر الباينه دي خطيره. فجيت هنا ادي اسمها ايه دي، السمنه اللي انا حمرتها، حطيت شويه من تحت في الصينيه، وجيت اديت ايه، اديت فرشه. هتلاقيني الفرشه مش منجبه معايا، فهنكب كب. مش نافعه على الفرشه. وادي هنا الباميه بعد ما حطيتها في الشوربه وحطيت لها مكعب مرقه، اول ما هتدخل في السوا خلاص قبل ما نطفي عليها بدقيقتين ثلاثه، نحط لها معلقتين كزبره خضراء. الله، تخليها حاجة تاني والله العظيم، أتديها طعم رهيب رهيب. وأتخلي لونها أخضر كده، وأتخليها إيه، حاجة تانية يعني، أتخلي ريحتها خطيرة يعني أمان.
فجيت هنا إيه كده البامية أنا بالنسبة لي موضوعها شبه خلص، لإن مش هتحتاج إلا ضربة بالهاند بلندر ولا أنا نعملها الطشة بتاعتها. جيت الديوك دي اللي هي إيه عاد ملك الوكلة النهاردة. أدي بصوا ما نفعتش الفرشة بصراحة، لإن إحنا عايزين السمنة البلدي كده تتخلغل فيها، يبقى ديوك بالسمنة البلدي. يعني تاكلي ديوك بالسمنة البلدي كده تبقى خطيرة. جيت شغلت لها الشواية من تحت وقلت لها إيه عاد عيشي مع نفسك. جيت في نفس الحلة اللي أنا حمرت فيها السمنة اللي دهنت بيها البتاع، جيت حطيت شوية زيت وهنعمل فيها الرز. عشان ما نستهلكوش مواعين وعشان طعم السمنة البلدي لسه قاعد في الحلة، فيعني إيه استفادة من كل النواحي. جيت حطيت الرز فهنعمل حبة وحبة أو حبة وحبة ورمية شعرية. ليه؟ عشان ما عنديش شعرية. كانت الشعرية خلصت فمش هتكفي إن أنا نعمل شوية الرز للآخر، فجيت عملت حبة وحبة بعد ما حمرتهم كده نص تحميرة. جيت حطيت شوية الشعرية اللي كانت عندي برضه ما يضرش حطيتها معاها يعني، وقلبتها شوية. بيني ما بينكم أنحب الرز بالشعرية، أنا مش هنحب الحبة وحبة ده بصراحة، ومش هيظبط معايا في المية مش عارفة ليه، يعني نحس نفسي إني أنا عجنة. مش عارفة والله ليه. أنحبه بالشعرية بصراحة، نحس طعمه أحلى يعني، نحس حاجة تاني كده خطير يعني. المهم بعد ما حمرت الرز وحمرت رمية الشعرية اللي كانت عندي، جيت حطيت شوية الرز الأبيض وبرضه فلفلتهم في بعض وقلبتهم في بعض وظبط ملحك وتوابلك. وأهم حاجة في الرز عندي الفلفل الأسود، أنا رز يعني فلفل أسود بأمانة يعني. نحس كده. يودي الرز في حتة تاني كده بصراحة خطير يعني. جيت بعد ما دخلنا الرز في السوا وخلاص البامية بالنسبة لي تمام كده زي الفل، هنعملها بقى ايه الطشة بتاعتها دي، شوية سمنة بلدي وشوية زيت، وبعدين نسوي فيها التومة. وبعد ما نسوي فيها التومة نروح ايه طش عاد البامية هنيتك وشم الريحة وهي سعد يا بس ايه اديتها ضربة بالهاند بلندر البامية الأول، في ناس تعملها بالفراكة في ناس تسيبها كده. ادي ما شاء الله جيت طلعت دولة من الفرن، كانوا خدوا وش في الشوايه، رحت قلبتهم على الناحية التانية بحيث الناحية التانية تاخد وش برضو معايا عشان ايه تتظبط مع بعضها. وجينا عاد ايه هتكبينا هنا والناس مش مستنية. الناس مش مستنية يعني ان هي ايه اصبروا، لا ما حدش صابر ولا حد مستني يعني. وقلت لهم يلا هجوم اشتغلوا يلا. والله ما انا حيشاكم. المهم لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا باللايك، اللايك يدعمني ويرفع الفيديو ويخليه يتشاف بشكل افضل. سيبي لكم من دعوة حلوة وليكي بالمثل يا رب إن شاء الله، وطبعا تشتركي وتنوريني وتشرفيني وتقولي لي أنت من وين. يلا سلام عليكم.